السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. عاملين ايه يا أمارات؟ سنة سعيدة علينا أجمعين يا أمارات. يا رب يجعلها دخلة سعيدة علينا وعلى عيالنا وعلى عيالكم يا رب أجمعين، قولوا آمين. يجعلها كده حلوة علينا باليمن والبركات يا رب العالمين. هنا هتعمل ايه يا أم أحمد؟ أعمل معاكم قلقاس بالسلق. احنا بنحبه يا حبايبي، اللي بيحب القلقاس بالسلق يكتب لي كده ويقول احنا بنحبه ولا لا. ماشي يا أمارات؟ أكلة حلوة كده وبتدفي، وبصوا زبدة زبدة القلقاس ده زبدة أحلى عندي من البطاطس، زي العسل. والله القلقاس ده ما خد غلوتين يا حبايبي، ما شاء الله عليه، راح زي الكريمة كده. أنا بقشره بخرطه معاكم كده بقشره. عشان إيه؟ في ناس ما بتعرفش تخرطه وهو متقشر. فده سهل للي هو مش عارف يمسكها من غير ما يقشرها، من غير قشر وهو بيقطعها. فإن أنتِ تقطّعيها كده بقشرتها بتبقى سهلة عليكِ خالص في التقطيع، ماشي. ومرّة تانية برضه هاعمله لكم وهو متقشّر، فإحنا إيه قُلنا ناخد تجربات كده مع بعضنا. هنا يا حبايب قلبي أنتِ بتقطّعيها كده على البلانشة بقشرتها، فبتتقشّر معاكِ بسهولة برضه. إحنا طبعًا قطّعنا كده وهنغسل مع بعض وننضّف إيه مع بعض ونخرّطه. هنا هتعملي إيه يا أم أحمد؟ هاعمل جنبه رُز بشعرية مش أكتر من كده. وهنا حاطة 3 معالق سمنة كده لل للكزبرة والسلق اللي إحنا خرّطناه. خرّطنا معاكم كزبرة خضرا والسلق، وهنا كزبرة ناشفة بالتوم وكمون والفلفل الأسمر. شوّحوا شوية مع بعض كده أهوّة، وهننزل معاهم إيه باللي إحنا خرّطناه، الكزبرة والسلق، يتشمّعوا شوية على النار كده وهنشوف هنعمل إيه مع بعض. حطّوا لايك يا أمارات، قُلنا نغيّر كده النهارده ونعمل قلقاس. ماشي يا أمارات؟ هنا معايا شوربة على النار، وهنا غسلت القلقاس وخرّطته زي الفل معاكم ما شاء الله أهو. ماشي يا أمارات؟ هنا الشوربة على النار هتغلى اهي خلاص ما شاء الله، حاجة زي الفل. وقلنا نغير مع بعض يا حبايبي، اللي ما حطش اللايك يحط اللايك. حطوا اللايك يا أمارات، واللي ما اشتركش يشترك. ربنا ما يحرمني منكم يا رب. كل يوم عاوز تغيير في الأكل يا حبايب قلبي. هنا اللي أنا خرطته معاكم الكزبرة الخضراء والسلق، بنزل عليها بالثوم والكزبرة الناشفة والكمون والفلفل الأسمر، بيتشمعوا مع بعض. وهنشوف هنعمل إيه يا أمارات مع بعض. كده بشوح معاكم الرز أبو شعرية اهوت. حطيت الملح على الرز. هنا هتروحي بالسلق على فين يا ام احمد؟ على الخلاط على طول. ماشي يا امارات؟ هننزل بكده اللي احنا شوحناه كله على شفشق الخلاط. هتعملي ايه فيه يا ام احمد؟ هنشوف مع بعض. احنا طبعا حطينا القلقاس في الشرب وبيغلي زي الفل ما شاء الله عليه اهو. هناخد كبشة شوربة على السلق اللي احنا حطيناه في الخلاط. ليه يا ام احمد؟ هنضربه بيه ونرجعه تاني على القلقاس. هو ده يا حبايبي السلق القلقاس اللي بالسلق. بيبقى حلو خالص. انا عندي والدتي ربنا يديها الصحة يا رب، واهلي وحبايبي هناك يا رب ما يحرمني منهم ابدا، كانوا بياكلوه بالصلصة يا حبايبي زي البطاطس كده. فانا لما جيت بصراحة المكان اللي انا فيه، جيت العاشر وهنا، فشفت الناس هنا بتعمله كده فحبيته بصراحة. فعيالي بقى طلعوا معتمدين بقى الاكلة دي، يحبوه بالسلق كده وحابينه يعني. وفي يوم برضه هعمله لكم بالصلصة بإذن الله. يبقى عملنا معاكم ده وده. نزلنا بالمية على الرز كده، وهنا ما شاء الله القلقاس اهو الله اكبر عليه. والله ما خد غلوتين. والقلقاس اليومين دول عسل.
هنا غرفنا معاكم الرز، الله اكبر اهو. والزيتون الجميل بتاعنا طبعا اللي هو بيشطب ما شاء الله، يعني البطرمانين الله اكبر. قلنا هنخليهم لرمضان فالحمد لله يعني ما شاء الله. فعيالي سحبوه يعني الله اكبر. هنا القلقاس بقول لكم كريمي كده حاجه روعه. يلا حاجه على قد كده بقى، ويا رب تعجبكم وتنور رضاكم ويكون عند حسن ظنكم يا حبايب قلبي. بتحب القلقاس يا روفا ولا لا؟ يا رهوفه، تحب القلقاس ولا لا يا رهف؟ نتقابل في فيديو جديد يا امارات. ايه رايكم؟ يا رب يكون عند حسن ظنكم يا رب وينور رضاكم. مع الف سلامه.